السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كلنا بنعاني من مشكلة ريحة التوم في ايدينا او زفرة السمك في ايدينا. فتعالي مع بعض هنعمل حاجة حلوة قوي للايد وللطيور. بس اهم حاجة ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. نقول بسم الله ونبتدي. كنت بعمل عصير فرحت واخده بقى القشر بتاع الليمون وقشر البرتقال وما رميتهمش. قلت لا، لازم استفاد بيهم. رحت واخداهم حطاهم في حله الاتنين مع بعض وغطيتهم بالميه وحطيتهم على النار. هسيبهم مع بعض كده لغايه ما يتسلقوا ويستووا خالص. وبعد بقى ما يستووا خالص زي ما انتوا شايفين كده، بصوا، البرتقال والليمون استوى خالص معايا، بيكون مسلوق كده ومستوي خالص. بعد كده هجيب بقى الهاند بلندر او الخلاط او الكبة، اي حاجة عندك، وهنهرسه بقى خالص. ولو انت بتهرسيه كده، لو محتاج شوية مية ممكن تحطي له شوية مية عشان تقدري تضربيه في الخلاط او في الكبة. هنهرسه خالص وننعمه نخليه ناعم كده خالص زي ما انتوا شايفين. بعد ما ضربته كده ونعمته هقسمه على بولتين. اول بولة هسيبه زي ما هو، مش هحط له اي اضافات خالص، مش هحط له اي حاجه نهائي. الخليط ده بقى هخليه لايه؟ ايدك وانت بتقشري التوم، طبعا ايدك بتبقى كلها ريحه التوم، فده هينفعك قوي. هتاخدي حته منه تدعكي ايدك، هتلاقي ايدك ما فيهاش ريحه توم نهائي، وهتلاقيها ناعمه وريحتها حلوه جدا. برضو نفس الحكايه وانت بتنضفي السمك، او اكلتي سمك او عملتي اي حاجه فيها ريحه، تاخدي حته تدعكي بيها ايدك، هينعم لك ايدك جدا ويمنع الزفاره نهائي، وهتبقى ايدك ريحتها حلوه قوي. والطيور كمان وانت بتغسلي فراخ او بتغسلي حمام او بط او اي حاجه من انواع الطيور، برضو تاخدي حته من العجينه دي وتدعكي بيها الطيور اللي انت بتغسليها، مش هتخلي لك فيها اي زفره خالص. اما الجزء التاني بقى هنحط عليه نص معلقه ملح ليمون ونص معلقه كبيره بيكربوناته، الكربونات اللي بنجيبها من عند العطار. وهنحط حوالي نص كوبايه او كوبايه حسب الكميه اللي انت عاملاها خل. وهنقلب بقى كل ده مع بعضه. بص، هتلاقي فيه فوران لما الخل بيجي على الكربوناتو، بيعمل فوران. فتقلبيهم بقى كده مع بعض. ده بقى هينفعك في ايه؟ في الحلل الالمونيا، لما تاخدي حته عجينه تحطيها على سلكه المواعين وتدعكي، بيخلي لك الالمونيا بتلمع كده وريحتها جميله قوي. واي حاجه عندك استانلس، عندك كنكه، عندك كسرولة، عندك حله، في الحوض الاستانلس كمان لما تاخدي حته على ليفه السلك وتدعكي. وفي الحنفيات برضو تاخدي حته على الليفه السلك وتدعكي الحنفيات، بيخليها بتلمع كده وبتبرق. ولا الريحه، ريحتها بتبقى حلوه جدا. استعمليها في كل حاجة. بس أهم حاجة لو عاملة كمية كبيرة، حطي في برطمانات أو أكياس، وسيبي اتنين على رف التلاجة للاستعمال والباقي شيليه في الفريزر، وكل لما تحتاجي تطلعي منه. عملناها بحاجة بسيطة بتترمى، فليه نرميها؟ ما نستفاد بيها أحسن. جربوها هتعجبكم إن شاء الله. وما تنسوش أهم حاجة تعملوا إعجاب للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.